السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني ومتابعين على قناتكم مصطفى نيوز. أجدد بكم الترحاب في هذه الإطلالة التي ستكون بداية في سلسلة من الحلقات الإخبارية المواكبة لمختلف المستجدات التي تخص النخبة الوطنية وتحضيرات المنتخب لنهاية كأس العالم قطر 2022. وهذه عناوين الأخبار: صدمة قوية لوليد الركراكي بعد إصابة أمين حارث، وحلم المونديال أصبح مستحيلا. فريق أولمبيك مارسيليا يخرج عن صمته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أمين حارث. هؤلاء اللاعبون هم أبرز المرشحين لتعويض أمين حارث في القائمة التي ستشارك في مونديال قطر. الفرنسي إكسيل دي سايس الذي تسبب في الإصابة الخطيرة لأمين حارث يتلقى اليوم دعوة لتعزيز صفوف المنتخب الفرنسي. والآن إلى تفاصيل الأخبار. صدمة قوية لوليد الركراكي بعد إصابة أمين حارث، وحلم المونديال أصبح مستحيلا. تعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة قوية مساء يوم الأحد في اللقاء الذي جمع فريقه أولمبيك مارسيليا بمنافسه فريق موناكو في إطار الدور 15 من الدوري الفرنسي. ولقد تعرض أمين حارث لتدخل عنيف من طرف لاعب موناكو إكسيل دي سايس في الدقيقة 58 من المباراة التي جمعت الفريقين بملعب لوي الثاني بموناكو، حيث حقق مارسيليا فوزا صعبا وقاتلا على مضيفه موناكو في الدقائق الإضافية من المباراة ب3 أهداف مقابل 2، ليحتل مارسيليا بهذا الفوز المركز الرابع برصيد 30 نقطة. وقد أظهرت لقطات تلفزيون أمين حارث يعاني من إصابة في الركبة اليسرى في الوقت الذي ظهرت علامات القلق والتأثر والحسرة على وجه لاعبي أولمبيك مارسيليا بسبب ما تعرض له حارث، ما يؤكد أن الإصابة خطيرة. فقد غادر حارث أرضية الملعب في الدقيقة 60 وعلامات الألم بادية على وجهه. إصابة أمين حارث تعد صدمة كبيرة للناخب الوطني وليد الركراكي الذي كان يرى في اللاعب إضافة نوعية للمنتخب المغربي بكأس العالم بقطر لما يتوفر عليه من مهارات فنية رائعة. لكن يبدو أن فرص حارث في المشاركة في نهاية المونديال أصبحت مستحيلة، حيث سيجري اللاعب صباح الاثنين 14 نوفمبر فحوصات معمقة ستحسم في فترة العلاج والراحة التي يحتاجها النجم المغربي، وهو بذلك ثاني لاعب مغربي يصاب هذا الأسبوع في الدوري الفرنسي بعد زكريا أبو خلال لاعب تولوز الفرنسي. من هذا المنبر نسأل الله تعالى لأمين حارث الشفاء العاجل والصحة والسلامة، ولا نقول إلا قدر الله ما شاء فعل. فريق أولمبيك مارسيليا يخرج عن صمته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أمين حارث. كشف نادي أولمبيك مارسيليا بشكل رسمي طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي أمين حارث أمس الأحد خلال مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه بنادي موناكو. وأكد نادي أولمبيك مارسيليا اليوم الاثنين أن حارث يعاني من الالتواء في الرباط الصليبي على مستوى ركبته اليسرى، مشيرا إن الفحوصات التي أجريت له أثبتت أن اللاعب المغربي لا يعاني من قطع في الرابط الصليبي لرجله اليسرى بل من الالتواء. وقد كشف أحد أعضاء الطاقم الطبي بنادي مارسيليا عن تضرر أربطة الركبة بالإضافة إلى الغضروف المفصلي، مشيرا إلى أنها ستبعده عن الميادين لفترة طويلة، ما يعني غيابه بشكل رسمي عن مونديال قطر، قبل أن يؤكد أن الفحوصات جارية لتحديد البروتوكول الصحي الذي سيخضع له اللاعب قريبا. ونفى النادي الفرنسي على كل الشائعات التي تحدثت عن تأثير هذه الإصابة الخطيرة على المشوار الرياضي للاعب المغربي. ومن جهة أخرى أكد والد أمين حارث غياب ابنه عن مونديال قطر، حيث قال في تصريح صحفي: قدر الله ما شاء فعل، إيماننا بقضاء الله وقدره كبير ولله الحمد. الفرنسي إكسيل دي سايس الذي تسبب في الإصابة الخطيرة لأمين حارث يتلقى اليوم دعوة لتعزيز صفوف المنتخب الفرنسي، أمر لا يصدق فعلا. فبعد أن تسبب لاعب موناكو إكسيل دي سايس في الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي المغربي أمين حارث والتي ستحرمه بنسبة كبيرة من المشاركة في مونديال قطر، فقد تم استدعاؤه لتعزيز صفوف منتخب دياكا. وأكدت الصفحة الرسمية للمنتخب الفرنسي على تويتر أن الناخب الفرنسي ديدي ديشان قرر استبعاد اللاعب كيم بيبي برنسل مدافع نادي باريس سان جيرمان من قائمة منتخب دياكا
التي ستشارك في مونديال قطر بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها أخيرا، ولقد تم استدعاء إكسيل دي سايس ليحل محله. الجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا. أصدقائي وأخواني الأعزاء، كنتمنى تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو، كان خفيف ظريف على قلوبكم، وكنتمنى تعطوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. الخوت اللي مازال ما داروش لينا لايك، نتمنى ديروا لهذا الفيديو لايك لكي يصل لكل المغاربة. الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناة، تنتمنى من أعماق قلبي توركوا على زر الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من الأخبار المغربية والعالمية وما يخص المنتخب المغربي لكرة القدم. إخواني الكرام، تهلاو لي في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم إن شاء الله. كان معكم أخوكم مصطفى من قناتنا وقناتكم مصطفى نيوز. السلام عليكم.